واقعين في قصه بقى غريبه جدا. احنا بقينا شقاي الراحه زي ما بيقولوا كده في قصه ان في معلومات كتيره جدا واخبار كتيره جدا بتتصدر للخارج علشان يبقى في كل محطوط في اطار ان اللي حصل انقلاب عسكري، لان مفيش شرعيه موجوده في اللي حصل. في المقابل ده في مجازر بتحصل موجوده دلوقتي في الشارع المصري. واحنا بقينا زي ما قلت لحضرتك ما بين اللي بيحصل ده، ما بين القرارات اللي تم اتخاذها، وما بين الحاجات اللي بتتقال بره في المجتمع الدولي. فاحنا بقى علينا ضغوط من المجتمع الدولي لان احنا مش عايشين في الكل لوحدنا. عايز المجتمع الدولي اقول لك بيقول ايه؟ المجتمع الدولي مش هقول لك الواشنطن نيويورك تايمز والنيوز ويك والديلي ميل. عايز اقول لك ان امريكا كانت الاول مؤيده اللي حصل. ورجع اوباما قال لا ده مش قانوني، ده مش شرعي طالما ده سلبيا في الكونجرس. طبعا في لا وقلبوا عليه الكونجرس كمان قلبوا عليه وقالوا له انت مالكش دعوه بحكايه المعونه، لان مصر ليها استراتيجيه معينه عبقريه المكان والزمان زي ما قال المرحوم الدكتور جمال حمدان، وهتاخد المعونه. ده بالعكس ده هم قلبوا عليه ان هو ممكن ما يجددوش الثقه في الانتخابات القادمه لاوباما نفسه. التحيز اللي حصل من ده النرويج كمان وانجلترا قالت لا دي شرعيه مرسي وهو رئيس وهو على يعني اذر هاند على الناحيه الثانيه نلاقي ان الناس قالوا لا دي ثوره شعب ودي مكتسبات ولابد الناس تحافظ عليها. بيعملوا حشد على فكره الولايات المتحده الامريكيه عن طريق ناس ليها هنا، انزلوا يا جماعه بتوع الاخوان عشان تصوروا الناس اللي فيه كتير. على الناحيه الثانيه ان برضه في حشد من القوى الشعبيه او اللي هي الحركات اللي حصلت مش عارف 6 ابريل وتمرد وحاجات، في ناس كويسين جدا على فكره الطرفين. ما هو ده اللي بقى بيخلي يعني الشيء الغريب جدا في الموضوع وعلامه استفهام برضه حاجه مثيره للجدل. ناس هنا في الاخوان كويسين جدا 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 وبيحاولوا ان هم يتدخلوا يقللوا موضوع المجازر او الحاجات اللي بتحصل، وفي ناس من الناحيه الثانيه برضه بيحاولوا يعملوا كده. ده اللي احنا عايزينه بتولع الدنيا. فاحنا عايزين يبقى في بالانس، يبقى في الناس تحب بعض ويبقى ليس بيناتهم رجل ورشيد. يعني الحكماء فين بقى؟ اللي في الفضائيات تقول لي عمرو خالد يجي مش عارف الناس بتوع الدين بقى، الناس اللي هي في وسطيه. يا جماعه احنا كده كلنا مسلمين، يا جماعه دم المسلم على المسلم حرام. الحاجات وخلاص. رمضان على فكره كمان قرب كل سنه بالمناسبه، كل سنه وانت طيب ومصر كلها بخير ويا رب. يعني في الايام دي دايما على فكره تبقى خير، ذكر ربنا بيكتر كتير جدا ونبارك للناس كل سنه وانتم طيبين والله ما بلغنا رمضان ده اللي بيتقال.